اهلا بكم جميعا. النهارده هنتكلم في موضوع يخص كل بيت مصري، موضوع بيبدأ مع الفرح وساعات كتير بيخلص في المحكمة. الموضوع ده باختصار بسيط قايمة المنقولات الزوجية، فخليكم هنا معايا عشان تعرفوا كل التفاصيل. اول حاجة، هو يعني ايه قايمة منقولات زوجية؟ هرد عليكم بكل بساطة ان القايمة دي عبارة عن ورقة بيمضي فيها الزوج انه استلم وعاين كل العفش اللي موجود في شقة الزوجية على سبيل الامان. يعني باختصار شديد ان العفش اللي جابه واللي هي جابته اصبح ملك ليها وهو مجرد امين عليه. تاني حاجة هتسألني فيها، هي القايمة دي ليها شروط؟ هرد عليك واقول لك اكيد طبعا ليها شروط. اولهم ان القايمة ما ينفعش تتكتب على بياض، وده ليه؟ عشان ممكن الزوج فيما بعد يطعن عليها وياخد فيها حكم مع الايقاف او ياخد فيها براءة ذمة. في شرط تاني، الشرط التاني ده ان الزوج لازم يمضي في قايمة المنقولات ان هو عاين واستلم كافة المنقولات الزوجية على سبيل الامانة. تالت حاجة، هو الزوج ممكن يتحبس بسبب القايمة؟ هرد عليك واقول لك اكيد طبعا ممكن يتحبس، وده ليه؟ عشان اول ما بيحصل اي خلاف او طلاق ما بين الازواج، اول حاجة ممكن تيجي او تدور في بال بعض الزوجات ان هي تنزل تعمل محضر شرطة ضد زوجها ان هو بدد منقولاتها الزوجية وقام بضربها وطردها. وهنا المحضر بيروح النيابة، والنيابة بتعرضه على المحكمة، والمحكمة هنا ممكن تصدر حكم ضد الزوج يصل الى 3 سنوات. رابع حاجة، هو ممكن القايمة تترفع بأي طريقة تانية غير محضر الشرطة؟ هرد عليك واقولك اكيد طبعا، وده ازاي؟ هنا الزوجة بتاخد اصل قايمة المنقولات هي والمحامي، وبتحرر دعوة اسمها دعوة رد منقولات زوجية، وبتتنظر قدام محكمة الأسرة. وهنا محكمة الأسرة بتطلع حكمها يا إما برد قيمة المنقولات يا إما رد المنقولات نفسها. طيب يا أستاذ، أنا مش معايا قايمة منقولات، أعمل إيه؟ هرد عليك وأقولك إن في حاجات أنت أكيد اشتريتيها بفواتير، الفواتير دي أنت ممكن تعملي بيها إنذار عرض على يد محضر تطالبي بيها الزوج، وفي حالة رفض الزوج تقدري ترفعي دعوة ترد الحاجة دي، بس هتتعبي فيها شوية عشان هتبقى محتاجة شوية شهود. خامس حاجة، هنفترض ان الزوج صدر ضده حكم، الحل هنا ايه؟ هرد عليك واقولك انك قدامك حل من اتنين. الحل الاول انك تعمل معارضة وتخش في جلسة المعارضة تعرض المنقولات الزوجية او قيمة المنقولات الزوجية امام المحكمة في مواجهة الزوج، وهنا الزوجة لو قبلت القضية خلصت. طيب الحل التاني ده في حالة ان المنقولات تبقى في حوزة الزوجة، هتحاول تثبت بكل طرق الاثبات ان المنقولات في حوزة الزوجة، وبالتالي المحكمة هنا هتديك براءة ذمة. طيب يا استاذ، ما انا ممكن ما احضرش وما اعرضش المنقولات عرض قانوني وافضل هربان 3 سنين، واخلي المحامي بتاعي بعد كده يعمل لي معارضة ويجيب لي انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة زي ما الناس كتير بتقول. هرد عليك واقول لك انت مش هتفضل طول عمرك هربان، ولو حصل وهربت وعدى عليك ال3 سنين وطلبت انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة، وهنفترض ان قواطع المدة ما اتطبقتش على حالتك، هنا برضو الزوجة ليها الحق ان هي تسحب المستند وتروح ترفع بيه دعوة رد منقولات زوجية عن طريق محكمة الأسرة، وهنا محكمة الأسرة يجوز فيها قبول الدعوة. طيب يا أستاذ، هنفترض ان احنا هنحضر وهنعرض المنقولات عرض قانوني، الذهب بقى نظامه ايه؟ هرد عليك واقولك على معلومة كتير من الناس ما تعرفهاش، ان الذهب في نظر بعض القضاة يعتبر متاع خاص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في بعض القضاة بتشوف ان الذهب ده متاع خاص تتحلى بيه الزوجة، زي الساعة اللي حضرتك بتلبسها وانت نازل، فبالتالي الزوجة مش هتنزل المسكن الزوجية من غير دبلتها ولا من غير السلسلة اللي هي لابسها في رقبتها، فبالتالي هنا المحكمة هتدي للزوج حكم مع الإيقاف في أسوأ الحالات. في النهاية القايمة دي مش عيب ولا جريمة، دي بتعتبر ضمان لحق البنت. ودي كانت الحلقة كاملة، لو عندك سؤال عن حالتك ومحتاج توضيح ابعتهولي وهرد عليك. شكرا انك كملت الحلقة للآخر، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.